أيها الصياديون، يسعدني بصفتي مدام حنفي شيخ الصيادين أن أسلم قيادة الباخرة نورماندي 2 إلى أصحابها الجدد. أنا كلمتي لا يمكن تنزل الأرض أبدا. حنفي هتنزل المرة دي. الست اللي بتقول حنفي دي الست أم حميدة سيدة البحار اللي كلنا شفناها في فيلم ابن حميد، واللي اتشهرت جدا بسبب الشخصية دي. بس هي ما كانش اسمها أم حميدة، اسمها الحقيقي سعاد أحمد. ست سعاد أحمد للأسف الشديد مرت بأيام صعبة جدا جدا جدا، وفي نهاية حياتها أو بعد ما ماتها جوزها أصيب بالاكتئاب. عاوزين تعرفوا تفاصيل حياتها وقصتها بالكامل ومعلومات لم تعرض من قبل عن أم حميدة سيدة البحار؟ تابعوني لنهاية الفيديو، ويلا بينا بسرعة نشوف قصة أم حميدة أو الفنانة سعاد أحمد. أنا يا زبالة الخضرية، يا عرة الفكهانية، يا بطيخناوي، يا سباقماوي، يا ناشفة يا حاشفة، يا ولية مزروعة من غير تقاوي. الست سعاد أحمد اتولدت في الدرب الأصفر لأسرة متوسطة الحال أو تحت المتوسطة بشوية. أبوها كان بيشتغل نجار، وأمها كانت ست بسيطة كده على قد حالها بتشتغل خياطة. أسرتها كانت صغيرة، هي ووالدها ووالدتها وأختها رجوات وأختها حسنات كانوا عايشين على قد حالهم، كافيين خيرهم شرهم، ملهمش دعوة بحد وفي حالهم، لحد ما سعاد وصلت لسن 13 سنة. في السن ده وبغض النظر على انه رقم نحس اللي هو رقم 13، للأسف والدها توفى. الدخل بقى مش مكفي. تعمل ايه سعاد؟ اضطرت انها تشتغل عشان تساعد والدتها في مصاريف البيت، فاشتغلت في محل مانيفاتورة. بعد فترة كده اكتشفت ان شغلانة البياعة دي مش مكفية حاجة ومش مكفية اسرتها، ولا عارفة تساعد اسرتها بالدخل اللي بيدخلها لانه دخل بسيط. هنا قررت انها تشتغل شغلانة تانية تدخل منها دخل اكبر، وتستغل موهبتها اللي كانت معروفة بيها جدا، ان هي كان دمها خفيف وكانت سريعة البديهة. خدت سعاد ديلها في اسنانها وطلعت جري بسرعة على شارع عماد الدين، وهناك اشتغلت مونولوجيست. ويوم بعد يوم بدأت تكسب شعبية كبيرة وبدأت تتعرف، لغاية لما في يوم من الأيام شافها المخرج توجو مزراحي، فعرض عليها انها تمثل، لكن هي رفضت لانها حست انها مش هتعرف تمثل او انها هتبقى فاشلة في التمثيل. ولما لقيته مصر او مصمم قالت له طيب سيبني فترة كده افكر واخد وقتي وهرجع لك بالرد. وهي فعلا بعد كده رجعت له بالموافقة. المخرج توجو مزراحي قدم سعاد في اول فيلم لها، كان فيلم العز بهدلة سنة 1937، ونجحت جدا جدا في الدور، وبدأت الادوار نازلة ترف عليها. مشوار سعاد الفني استمر تقريبا 28 سنة، قدمت فيهم 51 فيلم، اغلبهم كانت بتقدم دور الحما، حتى انها في فترة من الفترات كانت بتنافس الفنانة الكبيرة ماري منيب على دور الحما اللي هو كان مفضل عندها وكانت متميزة بيه. طبعا اهم فيلم اتعرفت فيه سعاد احمد فيلم ابن حميدو، دور ام حميدة اللي كانت متميزة جدا فيه، وبشهادة البطل الفيلم الفنان الكبير الكوميديان اسماعيل ياسين قال انها كانت من افضل الفنانات او من اكتر الفنانات المتميزة، انها بترتجل وهي بتمثل وبتخترع افيهات من عندها، لدرجة ان المخرج فطين عبد الوهاب كان بيقول لها، ما كانش بيوقفها، كان بيقول لها ارتجلي كمان وكمان وكمان، ما يهمكيش، اعملي اللي انت عايزاه، لانه عارف ان اي افيه هي هتقوله كان هيخدم الفيلم وكان هيضيف اضافة جديدة للفيلم. الفنانة سعاد احمد كانت متزوجة من الفنان محمد شوقي. الفنان محمد شوقي في لقاء له كشف ايام الصعبة اللي مرت في حياته وحياتها مع بعض. بيحكي الفنان محمد شوقي وبيقول انه في فترة من الفترات المخرجين ما بقوش يطلبوه في شغل كتير، ما بقاش عنده شغل، وكان شايل هم البيت وهم المصاريف. كانت دايما بتطمنه وتقوله ما تقلقش وما تشيلش هم حاجة، واكيد ربنا هيعدلها، وهاك ست جدعة تعرف ازاي تشيل جوزها في المرة زي ما تهنت معاه في الحلوة. رحلت الفنانة سعاد أحمد عام 1962، وفاتها تسببت في حزن كبير جدا وحالة اكتئاب شديدة لجوزها، وأدى إلى أنه انعزل عن العالم كله، وكان عايش في وحدة عام كامل بعد رحلها، لغاية لما أصدقائه قدروا يخرجوه من الحالة دي. ودي كانت حكاية أم حميدة سيدة البحار. لو أول مرة تعرف قصة أم حميدة سيدة البحار وتفاصيل حياتها،
وعجبتك القصة ما تنساش تعمل لايك واشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش عايزة هتاف خاص، عايزة هتاف عام.